مساء الخير. النهاردة هنعمل 2 من كيك الصيامي. اول كيكة البرتقال بجد طالعة تحفة زي قطعة الاسفنج، وهنعمل كيكة الكاكاو بجد طالعة برضو رهيبة، بجد حلوة خالص وسهلة جدا، ومقادير في منتهى البساطة هتطلع لك نتيجة حلوة قوي زي ما انت شايفة كده. هنبدأ على طول بكيكة البرتقال. معايا بولة هضيف فيها كوباية سكر على كوبايتين من المية. بنتي برضو حابة تشاركني في عمل الكيكة، هي اللي بتدوب كده السكر في المية. وهبدأ أضيف نص معلقة عصير بودرة بطعم البرتقال. بتبدأ تدوب كده، ومعايا رقاحة البرتقال ببدأ هضيف كده يعني قطرات كده من رائحة البرتقال. لو مش عندك خلاص هتكتفي بعصير البودرة. وهبدأ أضيف نص كوب زيت، وتبدأي كده تقلبيهم مع بعض لحد السكر ما يدوب خالص. أول ما السكر يدوب هبدأ أضيف 3 أكواب من الدقيق، طبعا من نفس الكوباية، وكل كوب دقيق بضيفه ببدأ أنخله. هبدأ أضيف الكوب التاني، وهبدأ أضيف على طول عليهم الكوب التالت. كمان المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف. وابدأ أدوبهم كده. لسه طبعا هضيف البيكنج باودر، كيس من البيكنج باودر ببدأ أضيفه، وهبدأ بالمضرب اليدوي أخلطهم كده مع بعض. وهبدأ أضيف معلقة من الخل. هبدأ أضيفها وابدأ بالمضرب كده على طول كده بصوا في اتجاه كده واحد واقلبهم كده مع بعض. زي ما قلت لك مقادير في منتهى البساطة، وبجد هتطلع لك نتيجة حلوة قوي. زي ما بقولك في صندوق الوصف هتلاقي مقادير كيكة البرتقال ومقادير كيكة الكاكاو، الاتنين بجد احلى من بعض. بصوا ببدأ كده في ادوبهم كده مع بعض بعد ما ضفت معلقة الخل كده في اتجاه واحد لحد ما قوامها زي ما انت شايفة كده. هبدأ اجيب صينية ادهنها زيت بس من غير اي حاجة، ادهنها بس. وهبدأ كده اضيف خليط الكيكة، هدخلها على الشبكة. بس الاول هخبط عليها كده اطلع فقاعات الهواء، هدخلها في الشبكة تستوي واسيبها تبرد خالص وهوريها لكم. بصوا هي طالعة بالشكل الجميل ده. وهبدأ اقلبها. انا بحب اقدم الكيكة على ظهرها كده على الشكل الاسفنج ده كده. بجد طلع تحفة في منتهى الطراوة، طعمها زي النايتي يعني، بجد في منتهى مقادير بسيطة طلعت لك نتيجة حلوة خالص. طبعا في اصغر صينية انا حطيت مقادير الكيكة بتاعتنا، بتحطيها في اصغر صينية عشان تطلع لك بحجم حلو كده. اسيبها طبعا بتسيبيها تبرد، انا طبعا سبتها تبرد خالص وقلبتها، وبعد كده هقطعها. بجد هي عجبت الأطفال جدا لأنها خفيفة خالص وزي قطعة الأسفنج. بجد أنا مستنياكم تجربوها وترد عليا في التعليقات بعد ما تعمليها وتجربيها. ترد عليا في التعليقات. عايزة أوريكم كمان قلبها طالع ازاي، المسام بتاعة الكيكة كمان طالعة كده ناعمة خالص زي ما هتشوفوها دلوقتي. بصوا بجد حاجة كده جميلة خالص. شايفين بجد حلوة خالص، وفي منتهى يعني قطعة سفنج كده في ايدك. هوريكم كمان قطعة كده من الوسط. بصوا بجد طالعة حلوة قوي. اتمنى تضغطي لايك بقى لو وصلت لحد هنا، لايك للفيديو وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل. هنروح بقى دي بقى كيكة الكاكاو على طول. في بولة كوباية سكر،
على كوبايتين من المية من نفس الكوباية. وهبدأ اضيف نص كوب زيت. طبعا بنتي بتشاركني برضو في الكيكة دي، طبعا ضيف في وقت معين. الكيكة دي كان في توقيت والكيكة التانية في توقيت، بس انا جمعهم لكم مع بعض. وهبدأ اضيف 2 اكياس من الفانيليا. كده السكر داب خالص. هبدأ اضيف عليهم الدقيق. هضيف برضو 3 اكواب من الدقيق. جبت المنخل، هضيف اول كوباية. كل كوباية دقيق طبعا بضيفها ببدأ انخلها. عندي كمان في صندوق الوصف وصفات نباتية كتير جدا وحلوة خالص. اتمنى تدوسي على كلمة المزيد اللي جنب العنوان، هتلاقي وصفات نباتية بجد تحفة وهتعجبك جدا. لسه هضيف اخر كوباية من الدقيق. بنتي كده بتقلب دول، ولسه هضيف دي اخر كوباية من الدقيق هبدأ اضيفها. وهبدأ اضيف معلقة كبيرة من الكاكاو. وهبدأ اضيف باكو من البيكنج باودر. وهبدأ اضيف معلقة من الخل. طبعا مقادير الكيكتين قريبين من بعض جدا. جبت برضو صينية متونة وبس. ايه، هوريكم الاول قوام الكيكة كده. بصوا ناعمة كده، خليط الكيكة خالص. جبت برضو اصغر صينية وببدأ ادهن زيت بس. انا بدهن زيت بس، مش ببطن خالص الصينية، وبتطلع زي ما انتوا بتشوفوها. بقلبها معاكم بتطلع في منتهى السهولة. تسيبيها تبرد وعلى طول بتخلعيها كده، بتقع في ايدك بكل سهولة. دلوقتي طبعا بكون مسخنة الفرن. وهبدأ على طول كده ايه، اطلع برضو فقاعات الهواء من الكيكة وادخلها على الشبكة. وزي ما انت شايفة كده بجد طلع تحفة، كيكة حلوة خالص. هسيبها تبرد وهبدأ برضو اقلبها قدامكم. بصوا بسيبها تبرد خالص والكيكة بتطلع بالشكل الحلو ده. اتمنى تجربوها.